انا قلت هتخرج معانا هتخرج معانا. ما تدفعش في التذكره الشيء الفلاني وتيجي تقول لي مش رايح. حرام الفلوس دي تترمي في الارض. بابا اذا كان على ثمن التذكره انا مستعد ادفع. تدفع ايه؟ انت هذا اللي ما تسويش 3 مليم تدفع لنا فلوس؟ ها؟ امتى؟ ومن امتى دفعتك فلوس قبل كده؟ طب اقعد بقى. تعالى تحاسب من الاول وشوف انا صرفت عليك قد ايه. ولا انت شايف نفسك كبرت بقى وبقى عندك محل وقاعد على مكتب؟ لا فوق. انا الحاج متولي سعيد اللي يشتريك ويشتري المحل اللي انت فيه ويشتري الغريه كلها. بابا انا اسف، انا مش قصدي. قصدك ولا مش قصدك؟ انت سائل العوج اليومين دول وانا قاعد اخطط وارسم وادبر عشان تبقى كويس وتفوز بالبيت بدل ما يجي حد غريب ويلطشها مننا. انت عارف الفلوس اللي انا دافعها النهارده في المسرح دي ليه؟ عشان تترزع جنبيها وتقرب منك وتقرب منها. جاي دلوقتي تهدلي ده كله على دماغك ودماغ اللي خلفوك؟ لا، قوم قوم يلا. خش غير هدومك. 5 دقايق 5 دقايق مش اكتر، والا قسما بالله اجوزها لك الليله. لعب عيال. عايزك بقى واحنا هناك تعمل رشه جريئه على الكل. يعني جازوزه، حلويات، شوكولاته. بلاش جات لي فكره احسن. احنا بعد ما نتفرج تقول انك عازمنا كلنا على مطعم مفتخر. ماشي؟ ماشي. معاك كام فلوس؟ معايا 80 جنيه. حد يخرج مع عروسته ب 80 جنيه في الايام دي؟ يا ابني ده ما ياكلوناش فول. خد خلي المبلغ ده معاك. انت عارف اللي معكنن عليا الليله؟ وجود الجدع المسخره اللي اسمه زاهر. يلا بينا. بقول لك ايه؟ ها؟ قبل ما نخرج ايوه وقبل ما نسهر معاهم الشرط نور. اوعى متولي ده يتعرض لي. لو عمل معايا اي خنقه، لو اتسائل او اتاقل او عمل اي حاجه هناوله هديله على طول. اطمن خالص يا حبيبي. انا قلت لبنتي تقول له بقى يلم نفسه. هو فاكر نفسه ايه؟ بتشتغل عنده انت ولا ايه؟ على رايي لازم يكون فاكر ان انا شغال عنده. لا طبعا يفوق لنفسه قوي. انت بتشتغل عند بنتي انا. لمستي. انا شغال عند بنتك وبنتك بنتي وانا وبنتي احرار. ايه رايك بقى في الطقم ده واللون ده؟ قمر قمر يا نور عيني قمر. كلهم بيقولوا كده. شفت الحته ساعه ما حط راسه كده هو مش شايل الباروكه من عليه؟ لا ولا شفت الست لما فستانها وقع منها كان شكلها تحفه. لا المسرحيه دي لازم اروحها تاني مع صحابي. خدني معاك والنبي. ايه يا سعيد؟ المسرحيه شكلها ما عجبتكش؟ لا كويسه. امال يعني ما كنتش بتضحك ليه؟ هو انت كنت مراقباني؟ اما المسرحيه حلوه بشكل. انت اتفرجتي على حاجه؟ ده انت نايمه طول المسرحيه. ايوه بس انت كنت بتضحكي. احكي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل كله كله. تعالي في السرير احكي لي. شفت بقى فكرتي؟ شايف راجعين مبسوطين ازاي؟ المهم انت تكوني مبسوطه. يعني ده يهمك؟ ما انت عارفه. بس انا ليا طلب عندك صغنطوط قوي. واموري عايزك تغير لي العربيه. كده هتغرميني 3 عربيات. هو انا كل ما اطلب حاجه لنفسي تسويني بيهم؟ افرض هم مش عايزين. لازم برضو ياخدوا حقهم قدامي. سعيد انت بتدور على مين؟ واحده زميلتنا كانت موصاني على قماش. من قدك يا عم، المحل بتاعك شروطه واصله لحد الكليه كمان. بقول لك انت وهو اوعى حد يعرف ان المحل ده بتاعي. انا قايل لهم ان انا بشتغل فيه. الله، ده انت بقيت حكايه. ايه الافلام دي كلها؟ علشان ما يقعدوش يفصلوني في السعر. لا والله حقيقي تاجر ابن تاجر. بسلامتك دخلت الكليه هنا دراسه وتجاره في نفس الوقت مش كده؟ بقول لك ايه رايك تفتح فرع لمحلاتكم هنا جوه الجامعه؟ وانا من ساعه ما عرفتك وانا بقول ان دمك خفيف. ما تمشيش انا راجع لك. رايح على فين؟ عندي زبونه. صباح الخير. صباح النور. مش انت برضو صديقه الانسه سميره؟ مش انت برضه شفتنا مع بعض كذا مرة؟ وهي كمان قالت لي. طب بتسأل ليه؟ زياده تاكيد. امال هي فين؟ هي مين؟ الانسه سميره. سميرة ما جاتش النهارده. خير مالها؟ ملهاش. هي لو ما جاتش الجامعة يوم تبقى مالها؟ ما انا اهو بقعد بالاسبوع ما بجيش الجامعة، يبقى خلاص انا مالي؟ انا اسف. انا كان قصدي اطمن عليها.
طب ما تكلمها في التليفون. معيش النمر. اديها لك. مش انت برضو بتاع القماش؟ ايوه. الحمد لله اني ما جيتش اشتري من عندكم. خير في حاجه؟ لا ابدا، هي كل واحده بتيجي تشتري من عندكم بتيجي تطمن عليها كده. لا مالكيش حق يا ولد. ليه قلتي له كده؟ الله الله الله، احنا مالنا بقى ومال الاشكال دي؟ وهو سعيد كان عمل حاجه غلط؟ هو ناقص يغلط كمان؟ مش كفايه انه باصص لفوق؟ وهو كان يعرفني. وبعدين تعالي هنا، انت فاكرانا ايه؟ احنا عايشين مستورين وبس، ما عندناش غير العماره اللي احنا فيها دي، مش اصحاب ملايين يعني. عشان كده يا حبيبتي اللي زيي وزيك بس هما اللي يبصوا لفوق، ليه اللي عندهم ملايين مش اللي عندهم ملاليم. انا ما بحسبهاش زيك كده. تبقي مش عايشه في الزمن اللي احنا فيه. انا اعيش في الزمن اللي على مزاجي، الزمن اللي انا احدده، انا اللي اختار ناسه وانا اللي اختار قيمه. كفايه انه يكون حلم، انا عايزه احلمه. طب وليه ما تحلميش حلم كويس يا سمسم يا حبيبتي؟ مش يمكن يتحقق. يا ستي ريحي نفسك، هو ده الحلم اللي عاجبني. ومامتك عارفه بقى؟ عارفه ايه؟ احلامك دي اللي تنزل لتحت مش تطلع لفوق. هي ماما كمان هتتدخل في احلامي؟ هو انا قادره اتدخل في حياتك لما هتدخل في احلامك؟ المهم قولولي كنتوا بتتكلموا في ايه؟ لا دي ألفت اصلها جاي لها عريس غني غني قوي، كانت بتاخد رايي فيه. هي دي عايزه راي يا حبيبتي؟ اقبلي وبسرعه قبل ما تيجي واحده وتلهفوا منك. شايفه النظره العمليه للامور، هو ده المبدأ. نو نو يس يس. طبعا انت مستغربه انا موجود في مكتب مديحه ليه؟ ده الطبيعي يا ماما، ده المفروض ان انا هنا الكل في الكل. انا اللي بنظم لها كل حاجه وبنسق لها كل حاجه، بمشي الشغل. بس خلي بالك الكلام ده مش للنقل، مفهوم؟ وبعدين مديحه سيرت معايا امبارح في المسرح، ما انا قلت لك كنت عازمهم في مسرحيه عادل. والله الودي ودي كنت عايز اعزمك معانا، بس كنت خايف تكسفيني وتفهميني غلط. وافهمك غلط ليه؟ احنا زملاء يا استاذ زاهر. يعني كنت هتوافقيني؟ انا ومديحه زملاء واصدقاء من زمان قوي، وكان نفسي اتعرف على عائلتها. بيني وبينك عيله ما تسرش، عيله سكه. راجل اسمه حاج متولي ده راجل غريب جدا، راجل نوفو ريش، ما يفهمش السمع من العمى، راجل غريب جدا. تصوري لما رحت اخطب بالمحروسه ام مديحه كان مستغرب جدا وكان ناقص يبوس ايدي والله. ياه للدرجه دي؟ صدقيني، ما هو اللي زي الحاج متولي ده معاه فلوس بالهبل انما ما عندوش اصل. ما هو ده اللي بيطلق عليه الشباب دلوقتي الناس البيئه. يبقى معاهم فلوس انما يتمسحوا في الناس الريش، الناس اللي عندهم اسهارات وعمارات ومناديل. طب وايه اللي خلاك تيجي تشتغل هنا؟ اشتغل؟ جاي هنا مساعده يا ماما. اساعد الاخت مديحه. مامتها وقعت في عرضي وقعدت تعيط لي تقول لي اقف جنب البنت هتغرق. وقفت جنبها عشان انقذها وانظم لها حياتها. تصوري الراجل اللي اسمه متولي الغبي ده راجل بيئه فعلا. لما قلت له ان انا خريج السوربون قال لي خريج ايه؟ الشربون؟ التربون؟ راجل سوقي. اقعدي يا اختي ميرفت اقعدي. على كده بقى الاستاذه مديحه بتدي لك مرتب كبير قوي. تديني مرتب؟ الكلام ده عيب. انا مدي ايدي واخد فلوس من مديحه؟ سترو، انا شغال هنا مساعده. انا في اوقات بصرف من جيبي على المكتب. ياه انت حقيقي جنتلمان قوي يا استاذ زاهر. عموما انا قلت لاخت مديحه هتزود المرتبات للاخوه، وانت بالذات عشان بتبذلي مجهود كبير. انا مبسوط منك. بالمناسبه انت بتاخدي مرتب كام؟ 750. بتشتغلي الصبح مش كده؟ في مصلحه الضرايب. ترمي معاك كويس؟ تقريبا زي هنا، ده غير الاصابه والحصيله. اصابه وحصيله؟ يعني ثواب؟ لا حاجه كده زي الحوافز. يعني الدخل مش بطال؟ الحمد لله. بس انا ملاحظ ان مفيش دبله في صباعك. ما جاش لسه النصيب. عندك عريس ليا؟ مليون عريس يتمناكي، بس انت لمسي اموري. انا عايزه اعرف ازاي الراجل ده بيسمح لك تقعد على كرسي، هو بيحبك قوي كده؟ خلاص انا هبعت اصوره دلوقتي وبكره هبعتهولك مع مدحت. يا نبيل لا انا مش مستعجله على الورق، انا بذاكر الايام دي من الكتاب، لو عايزه خليه. خلاص يبقى اجيبهولك يوم الاحد، بس على لا تيجي الكليه. عشان ما جيتش يعني المره اللي فاتت؟ اصل انا وماما كنا بنحضر فرح واحده قريبتنا في اسكندريه.
مش قلت اديتك نمرة التليفون؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج. هنا ناس معرفة. مين؟ لا في مشاكل يا فندم. لا انا عايزه حاجه تشكيلتها تبقى على يعني لون افتح. حاضر عينيا. حاجه على اورانج. مين؟ معقول؟ انا مش مصدق نفسي. لا بقى، ده انا اللي مش مصدقه عينيا. الحاج متولي بشحمه ولحمه. ايوه. الله اكبر الله اكبر. ازيك يا ست فوزيه؟ وكمان بتقولي ازيك؟ طب ده انا كنت حالفه لو قابلتك لا اسلم عليك ولا اكلمك. انت كنت فين يا راجل؟ معلش الدنيا واسعه. الحاج واصل. حاج مين؟ صاحب المحلات بتاعتنا. ارجوك يا سميره ما تجيبيش سيره ان انا زميلك في الكليه خالص. ليه؟ لانه ما يعرفش اني بدرس. طب ودي فيها ايه؟ هيفتكر ان الدراسه هتعطلني عن الشغل واحتمال يرفدني. بس ده يبقى راجل غلس قوي، تلاقيه جاهل وحاقد على المتعلمين. لا مش للدرجه دي، ده راجل ذكي وبيفهم في التجاره والاقتصاد احسن من اللي بيدرسوا لنا، بس هو ما بيحبش حد يعمل حاجه من وراه. لا لا لا، هم الرأسماليين كده يحبوا يتحكموا في كل حاجة حتى في مصاير الناس. ده انت لو بصيت له تلاقي الشر باين في عينيه. مش للدرجه دي، ده راجل طيب واب حنون قوي على اولاده. ده انا سمعت انه متجوز 3. ما هي دي برضه رأسمالية في الجواز. طيب قفلي احسن جاي هو والدتك وربنا يستر. اتفضل يا حاج، اما اعرفك على الاموره دي بنتي سميره. دي بنتك؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق. يا اهلا يا اهلا، دي خطوه عزيزه. اتفضلي اتفضلي، هات لي كرسي هنا يا هلا. اتفضل هنا يا حاج اتفضل. لا خليك قاعد. لا انا هوصل مشوار. ايه على فين؟ في حساب هحصله. طيب اسمع، فوت على بتاع العصير خليه يبعت لنا الواد. حاضر. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا، دي خطوه عزيزه بجد. انا كمان وانا داخل المحل قلت ايه النور ده كله؟ ده نورك يا حاج. الله يخليكي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. عارفه اخر مره شفتك فيها امتى؟ انت عندك 10 سنين والله اكتر يا ست فوزيه. اكتر ايه بقى يا حاج؟ انت عايز تكبرني ولا ايه؟ كبرك ده ايه؟ بسم الله ما شاء الله، انت زي ما انت تقولي للقمر قوم وانا اقعد مطرحك. ربنا يخليك ليا يا حاج. احنا مش اول مره نيجي هنا. ما هو حسين قال، بس حظي كان وحش يعني ما كنتش موجود وقتها. ايه الاخبار؟ الاخبار عندك انت. خلاص يبقى احنا محتاجين قعده طويله بقى عشان ناخد وندي. بيتهيألي كان في زياره قديمه ولا انت ناسي؟ ايوه يا حاج، انا اتصلت بيك في المحل هناك، قالوا لي ان انت عند سعيد. في حاجه يا نعمه؟ بعدين انا مش فاضي. ايه يعني اكون بلعب؟ عندي شغل. بعدين يا نعمه بعدين. كلميني كمان شويه. مع السلامه. طيب نستأذن احنا يا حاج، وراك شغل. لا استأذنوا ده ايه؟ والله ما انتوا ماشيين. ايوه انا سامعاك بتقول عندك شغل مهم. لا ده بس كده كلام عشان نعرف نقعد مع بعض.